زمان كنت ارجع من المدرسة بجري عشان الحق اتفرج على جوجو وهو بيحارب فريزر، وكنت دايما منبهر ازاي في حد بالقوة دي. ودلوقتي كبرت ولسه برضو بتفرج على جوجو ولسه بقول نفس الجملة، ازاي في حد جامد كده. بس بدأت أسأل نفسي سؤال مهم: هل الانمي مجرد متعة وخيال، ولا في حاجة أعمق جوانا بتخلينا نعشق الأنمي بالشكل ده؟ وليه معظم الناس تقريبا اتفقوا على حبه؟ كمل معايا للآخر وهتفهم إن الأنمي مش مجرد رسم وخيال. ده ميدوريا في المدرسة كانوا بيضربوه ومحدش كان بيحترمه، والكل حواليه اتولد بقوة خارقة إلا هو اتولد من غير أي قدرة. أنا كمشاهد أول لما أشوف المشاهد دي على طول بشوف نفسي، بفتكر لما كان بيتاخد مني السندوتشات في المدرسة، لما كانوا بيتريقوا عليا، ولما كنت بحس إني أضعف واحد حوالين كل الناس. وببدأ أتمنى يا رب البطل ده يبقى قوي ويرد الإهانة وياخد حقه من اللي بيتنمروا عليه. وبالفعل حلقة ورا حلقة البطل بيبقى أقوى، وأنا نايم على السرير مبسوط وحاسس إن أنا اللي بقوى، بس الحقيقة هو اللي كسب وأنا لسه نايم على السرير. الأنمي عبارة عن عالم موازي، عالم بتدخله وبتسيب وراك كل حاجة، ضعفك، وحدتك، وحتى حياتك كلها. في العالم ده الصديق مستحيل يخون، والبطلة الجميلة دايما بتحب البطل، والشرير دايما بيتغلب. فلو انت مش عارف تحب وتتحب خد يور نيم، ولو انت ضعيف وبتتضرب وعايز تبقى قوي خد ماي هيرو اكاديمي، ولو معقد وبتحب كل الابطال يموتوا خد اتاك اون تايتن. ومن هنا بيبدأ الادمان، من واحد كان بيتفرج على الانمي عشان يستمتع ويقضي وقت فراغه، لواحد كل ما حياته تضيق، كل ما يحس انه فاشل يهرب لعالم الانمي، عالم بيديله جرعة امل مزيفة يحسسه انه قوي وعنده قيمة حتى لو كان كل ده وهم. فتلاقي الواحد من بعد ما كان بيتفرج على حلقتين ويقوم، دلوقتي بيتفرج على 20 حلقة في اليوم، مش لانه مبسوط، لأ، لأنه أصلاً مش قادر يرجع للواقع اللي كان هربان منه. وهو ده الإدمان الحقيقي. في الآخر اكتشفت إن الأنمي مش مجرد رسم، ده هروب جماعي من حياة محدش فينا راضي عنها. بنعيش قصص مش هنعرف نعيشها، بنكمل نقصنا جوه الشاشات، والمرعب إننا مبسوطين وإحنا في الحقيقة محققناش حاجة. بس الحق يتقال، الأنمي مش كله وهم، في لحظات بيخليك تؤمن بنفسك، يديك شحنة أمل وحماس وتخليك تحس إنك قادر تكمل، ولحظات تانية بتفكرك إنك مش لوحدك، وإن مهما كانت الدنيا ضلمة دايما في فرصة ترجع تقف من تاني. شاركوا الفيديو بين صحابكم وحطوا لايك بالحب، ده احنا اوتاكوس زي بعض يعني. وسلام بقى عشان سمعت ان فيلم كيميتسو نازل، الحق اروح اتفرج عليه.